مع استمرار نمو سكان العالم سيكون هناك حاجة ماسة إلى بذل المزيد من الجهد والابتكار من أجل زيادة الإنتاج الزراعي بشكل مستدام، وكذلك العمل على تحسين سلسلة التوريدات العالمية وتقليل فقدان الأغذية وهدرها، وضمان حصول جميع من يعاني من نقص الغذاء وسوء التغذية على الطعام الكافي والمغذي. يعتقد الكثيرون من المجتمع الدولي أنه من الممكن القضاء على النقص في الأغذية للمجتمعات للأجيال القادمة، مستخدمين كل سبل العلوم في تحقيق ذلك الهدف. 250 مليون شخص لا يعرفون إذا كانوا سيتناولون الوجبة القادمة أم لا. إن الإنسان هو من صنع الصراع، فعندما تتحدث عن اليمن أو سوريا أو العراق أو جنوب السودان أو نيجيريا. والنقطة الأخرى هي التغيرات المناخية مثل عواصف الأعاصير والجفاف. هذا وقد أكد قادة العالم مرارا في مؤتمرات التنمية المستدامة حرصهم على حق كل فرد في الحصول على طعام مأمون ومغذي، بما يتفق مع الحق في الحصول على غذاء كاف. وكذلك يعمل الجميع الآن في وحدة واحدة وهدف واحد للقضاء على نقص الغذاء، حيث تجد الكثير من الحكومات في تكامل مستمر ووحدة مجتمعية ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات الدينية ومؤسسات البحوث العلمية والعملية، الكل في رباط لتوفير الأمن الغذائي للبشر من خلال وضع الخطط وآليات العمل للحد من هذه الظاهرة. ولكي يصلوا لذلك لابد من تحقيق التنمية المستدامة للحصول على الغذاء الكافي على مدار السنة، وأن تكون جميع النظم الغذائية مستدامة مع تحقيق زيادة بنسبة 100% من إنتاجية ودخل صغار الزراع، مع القضاء على ضياع الأغذية وتمكين صغار الزراع والحفاظ عليهم، وكذلك تقرير المساواة بين الجنسين والعمل على إنهاء العقد في الريف وضمان أنماط حياة صحية ومعالجة تغيير المناخ بالطرق العلمية لمواكبة التغيرات. وهذا ما تعمل عليه مصر الغالية الآن في الأخذ بكل سبل التكنولوجيا الحديثة في استصلاح ملايين الأفدنة بالصحراء شرقا وغربا، ومواصلة الليل بالنهار بسواعد أبنائها الكرام الذين أقسموا على تحويل الصحاري الصفراء إلى واحات خضراء لتوفير المنتجات الزراعية كاملة لأبناء الوطن الغالي. احنا عايزين نعمل ريف جديد متنظم مترتب، كل حاجة فيه للأهل اللي هيروحوا هناك. ده عايز جهد كتير وكمان عايز تمويل كبير. ده الريف بتاع 100 و200 سنة اللي جايين. من قلب القاهرة في الأوقات التالية.